السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أسعد الله مساكم جميعا بكل خير. حيا الله المشايخ الكرام والمتابعين الأفاضل، حياكم الله جميعا. هذا من منتجاتنا الأكثر مبيعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والتي نالت على رضا واستحسان الجميع. المروكي المسقى من ميسم ورد الطائفي. العود المروكي من ميسم ورد الطائفي هو عبارة عن عود مروكي آصق طبيعي، قطع كبار كسرناها ثم سقيناها بدهان العود والعنبر ومستخلص بتلات الورد الطائفي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حقيقة مسقى فاخر ملكي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رايحة وفوحان وثبات، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. في كل لحظة من لحظات احتراق هذا المنتج يبحر بك ما شاء الله تبارك الله في حديقة من حدائق الطيب. وكل العمليات التي تمت على المروكي المسقى، من التقصيص إلى من تقطيع القطع الكبار إلى صغيرة، إلى خلط الأدهان مع بعضها، إلى تسقيتها تشريبها، كل هذا تمت عن طريقنا وتحت إشرافنا وفي معمل ميسم الورد الطائفي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صار هذا المنتج يطلب بالثمن. تبارك الرحمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حقيقة هو الاستخدام للإهداء فاخر بمعنى كلمة فاخر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المواد المستخدمة في تسقية هذا المنتج مواد ما شاء الله لا قوة إلا بالله عالية الفخامة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. 125 جرام قديش اللي هو ثمن، كمية وافرة. أنا أقول لك كمية وافرة، ترى قطعة بسيطة تمام قد طرف السبابة من هذا المنتج، من هذا العود، تبخر لك ما شاء الله تبارك الله مساحات واسعة. وعشان تحصل على أفضل النتائج ارحم أمك واستعمل العود المسقى الاستعمال الأمثل. كيف الاستعمال الأمثل؟ يجيك واحد الحين يقول انتم على العود عليكم حركات، أي شيء عود وحطه على جمر، لا خلك معي. العود المروكي المسقى والمعمول ورقائق العود والأعواد الخفيفة، منها بعض الأعواد الهندية، لازم أنك تخلي الرماد يعطي طبقة على الجمر كذا، يعني لازم تخلي النار تهدأ. كيف تعرف أن النار تهدأ؟ خذ الملقاط وغرز كذا، إذا غرز في الجمرة عارف أنك وصلت لدرجة نار ليست المتوهجة العالية، لا نار هادية. جيب المروكي المسقى وحطه على الجمرة بعد ما تهدأ، وانتعش واستمتع بالروائح اللي بتشمها في العود المروكي المسقى. يا اخوان تخيلوا المروكي لاصق بعطرية، هو بعطري بخوري لكن مع عطرية الأدهان العود، مع عطرية العنبر، مع عطرية مستخلص بتلات الورد الطائفي. يا ربي طيب الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ترى بهذه الطريقة راح تستمتع بالعود، وراح تعطي العود فرصة انه يقدم لك اجمل ما فيه. لا احتراق سريع، احتراق متزن، تبخير ما شاء الله تبارك الله بكثافة، بوزنية ما شاء الله تبارك الله. تجد روائح جميلة جدا جدا، تشم كل الروائح، راح تشم نكهة العنبر، تشم الورد، تشم في منتصف الاحتراق الدقيق ترى راح يلمس رائحة المروكي من البداية، لكن تتضح في منتصف الاحتراق إلى النهاية. إذا اتبعت الطريقة هذه، النار الهادية، وضعت عليها كسرة العود المروكي المسقى، حطه في مساحة شاسعة واستمتع. تبارك الرحمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
شوفون الاحتراق كيف. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما خلصنا. أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ولكل عبد مسلم. استودعكم الله في أمان الله. والله باقي صومنا ما شاء الله تبارك الله. يا رب يبارك.